مين قالك إن إحنا بنقول نكت بايخة؟ الدنيا أذواق. في نكت ممكن تعجبك ما تعجبش غيرك، وفي نكت تعجب غيرك ما تعجبكش. طيب أنا جايب لك النهاردة شوية نكت مضحكة، تعالوا نضحك مع بعض. يلا بينا. ماما عاوز أشرب. أنا بطبخ، قوم هات لنفسك تشرب. بتفرج على التلفزيون، هاتيلي أشرب وارجعي تاني المطبخ. وبعدين بقى معاك هاجي أضربك. طيب وانت جاية تضربيني هاتيلي معاكي أشرب. واحد فتح محل فراخ في مصر، جاله مفتش التموين وسأله: بتأكل الفراخ ايه يا جح؟ قال له: رز. قال له المفتش: مصيبتك سودا، هو حد لاقي الرز؟ غرامة 100 جنيه. تاني يوم رجع سأله: بتأكل الفراخ ايه يا جح؟ قال له: قمح. قال له المفتش: مصيبتك سودا، هو حد لاقي القمح؟ غرامة 100 جنيه. تالت يوم: بتأكل الفراخ ايه يا جح؟ قال له: ذرة. قال له المفتش: مصيبتك سودا، هو حد لاقي الذرة؟ غرامة 100 جنيه. رابع يوم: بتأكل الفراخ ايه يا جح؟ قال له: بدي كل فرخة جنيه وهي تأكل اللي هي عايزاه. مرة طالب هندسة داخل امتحان شفوي، فالدكتور بيسأله: بتركب ايه وانت جاي الكلية الصبح؟ الطالب: بركب الأتوبيس. الدكتور قال له: حلو قوي، لو الدنيا حر في الأتوبيس هتعمل ايه؟ الطالب: هفتح الشباك. الدكتور: جميل، احسب لي بقى كمية الهواء اللي داخل الأتوبيس وهو ماشي على سرعة 60 كيلومتر في الثانية. طبعا الواد معرفش، والدكتور سقطه بالمادة. فهو خارج قابل واحد صاحبه فقال له على السؤال، ودخل للدكتور بعده. الدكتور للطالب: بتيجي الكلية بإيه الصبح؟ الطالب: بعربيتي. الدكتور: طيب لو عطلانة؟ بكلم صاحبي يجي ياخدني بعربيته. الدكتور: طب لو مش موجود؟ بخلي بابا يوصلني. الدكتور: طب لو وراه شغل؟ بركب تاكسي وخلاص. الدكتور: طب لو ما لقيتش تاكسيات؟ بركب الاتوبيس وامري لله هو يسترها بقى من عنده. الدكتور: حلو، لو الدنيا حر في الاتوبيس هتعمل ايه؟ الطالب: هقلع الجاكيت. الدكتور: طب لو حر قوي؟ هفتح زراير القميص. الدكتور: طب لو حر جدا جدا؟ هقلع القميص. الدكتور قال له: طب لو مش قادر تستحمل وخلص هيغمى عليك وقدامك شباك. الطالب: بص بقى، انا ممكن اعمل اي حاجة بس ما افتحش شباك الاتوبيس. لو عجبتك النكت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، وتكتب لنا في التعليقات ايه اكتر نكتة عجبتك وضحكتك، واستنونا في فيديوهات جديدة.